في هذه اللحظات لا هناك اتصال هاتفي. نعم، معنا الأستاذ حسن ططناكي. أهلا بك أستاذ حسن. اهلا وسهلا. على حكومه وعلى مؤتمر وطني، كاين عندنا حكومه وكاين عندنا مؤتمر وطني. اي حكومه واي مؤتمر وطني، اي حكومه اللي عندنا ناس يقتلوا فيهم. البارح عندنا فوق 17 واحد تفجيرات، ولا واحد من الحكومه اللي تحكوا عليها طلع واعتبر للشعب الليبي ولا جا سال، ولا حد من المؤتمر الوطني مش عن نفسه مؤتمر وطني، ولا واحد تحرك. يصير لهم كل مره يجي تمشي الحكايه هي كلمات. هذا اللي قتل في بنغازي 62 واحد اسمه حميد ولا بتاع الدرع ليبيا يسمي في الجمعه قاعد في بنغازي. اي حكومه واي مؤتمر وطني كان مسيطرين عليها الاخوان والقاعده. عندنا مدن محتلينها، مليارات راحت. اي مؤتمر نحكوا عليه واي دوله ومن عباهم حكومه ايش؟ اي حكومه الاشكال اللي اقرب غير يحاربوا في بعضهم وكل واحد يتعارك على مناصب، وسمينا كيف بيروت 77 مكتوبه بالشوارع. هذه الكتيبه بس الشارع هذا والكتيبه بس الشارع هذا. اي دوله تحكوا عليها واي حكومه. وش ما عندناش. انا اليوم كنت مكلف ومش بخماده مسؤول عن القوات الخاصه، حلفنا عنده دمشق للجنود، حلفنا عنده وكال للجنود بتاعه. اي حكومه. وبعدين تلقى الدرع ليبيا هذه كلها مستورد من ميليشيات بتاع الاخوان والقاعده بالمليارات. حكومه ايش وكلام فارغ ايش؟ ومش همين يفكر نفسه هو رئيس دوله وفي ملك ادريس. من هو؟ من الزمان اللي تحكوا عليها مظني؟ نعم. الاشكال هذول وشغل نزل في الفيسبوك جماعه الاخوان، ناس من مش عارف ايه، لا حسن باع البترول، باع البترول في عينه بيقول الطيار الله مزاله، تستحق نبيع البترول. هذا لا كلام الفارغ المهاتف. نعم استاذ حسن يعني كلهم روح قبل. نعم استاذ حسن يعني الاعلام ساكتين واحترامات واجده، ما عادش في احترامات. مفروض توا من يوم 7 سنين اي مسؤول يعطي الليبي المؤتمر الوطني يتحمل مسؤوليته، لان هذا رزق الشعب يتحمل. وقفوا الشغل، توقف الرواتب، توقف المصاريف تاعهم. نعم. روحهم كلمه ماشيين للمهاري بس يحميهم عبد الحكيم بالحاج. ثاني حكومه هذه بذمتكم. نعم استاذ حسن يعني برايك يعني لماذا يعني تم اقاله يعني رئيس الحكومه السابق السيد علي زيدان، ولكن الحكومه باقي الحكومه لا زالت متواجده ولا زالت مستمره في العمل، وكأن الخلاف على السيد رئيس الحكومه السابق علي زيدان فقط؟ علي زيدان داروا عليه خلاف في المؤتمر الوطني. يا سيدي معروف لما قال الشارع اللي جنبك، لما رئيس الوزراء بتاع الوزراء يقال ولا يستقيل الحكومه توقف. نعم. قدمنا هذا سوى حطينا وكيل رئيس وزراء الوكاله. ايش عرف رئيس الوزراء هذا بذمتكم؟ ايش عرف رئيس وزراء ولا مشي دوله؟ ايش فهمه ولا ايش عرفه؟ ممكن من هم ودب كم الكرسي هذا. الواحد يحكم فيها الكراسي على الشعب الليبي هذا. خلاص ملينا نحن من الواحد جاي يحكم فينا ويمشي فينا كيف ما يبدي. نعم. استاذ حسن يعني ذكر يعني ضيفي ذكروا يعني كنا نتحدث في بدايه الحوار عن الارهاب بانه العائلات في بنغازي تباكى لان مش عارفين يعرفوا عيالهم. ذمتكم نوصلوا المرحله هذه في ليبيا؟ هل نوصل المرحله هذه؟ نعم. ان عيالنا تكتروا في الشوارع ولا حد يقول لك يتحاكموا. عندك مكاتف ولا مقترع ولا تصدر مكاتف. هذا مسلم بقتل عبد الفتاح يونس، حاطين له رئيس في وزاره الخارجيه، مش عارف من اخر حاطينه. حميد هذا متهم في بنغازي بقتل 62، حاطين له درع ليبيا. طلعوا قوات من درع ليبيا من متراتب باش يفتنوا من الغرب والشرق. الفتنه الكبرى بين الغرب والشرق. الحركات اذا كان هذا ابو خمام اسمه هذا ابراهيم زدران مش اي حق نبي عن النفط. هذا النفط ملك ولا ملك بل عليه رصد. هذا ملك الشعب الليبي. هو فكر عليه ما شاء الله عن جنود 3000 اللي فكروا على النفط، بس ما ينباعش بالسراجين الاخرين. هذا لا يعني انه هو يبيع. نعم. استاذ حسن يعني بما استاذ حسن وفلوس تجي في البنوك. رئيس البنك المركزي متهم ايام القذافي بالسرقه والاختلاس. يحول 2 مليار مصر وما فيش حد عارف. مصر ذكرت انه سلم 2 مليار لها والعدم 2 مليار. نعم استاذ حسن هناك يعني استاذ حسن اذا كنت في الاستماع استاذ حسن
إذا كنت في الاستماع، يعني ذكر ضيفي يعني هناك يعني نقطة مهمة وهي الإرهاب والقاعدة الآن يعني في مدينة درنا وبنغازي وأكدوا، لكن لم نرى من الدولة تصريح صريح وواضح بأن تم. الوزير الدفاع الليبي الحالي هو من القاعدة. الوزير الدفاع الليبي حاليا من القاعدة. هذا وصل به المرحلة. وش فكر حيصير؟ حيديروا لنا فرقة كبيرة، حيجوا الأوروبيين يضربونا تحت ليبيا من الأمم المتحدة من أمريكا. كان يبغوا أمريكا تخش يقولوها. التعاون الرهيب بين أمريكا وبين أوروبا ومعهم الإخوان المسلمين والقاعدة شيء مشين. لكن واحد قاعد مسؤول في ليبيا له ملك قاعدة متعود على القتل والذبح. اخوان المسلمين اي مسلمين نحن كفار بين المسلمين على الاسلام. لكن من يحكم الدوله اذا من يحكم في الدوله الان يا استاذ حسن؟ اللي تسمى الطلاب يطلع في التلفزيون ويشتم في الناس، ايش عارفه في الاسلام هذا؟ ايش فاهمه في الاسلام؟ يعني يقرا الاسلام مضبوط. من يتحكم في الدوله برايك الان؟ من صاحب القرار في الدوله الان؟ ايش؟ من يتحكم في الدوله؟ من هو يعني صاحب القرار الان في الدوله؟ من يتحكم في هذه البلاد الان؟ في الدوله اللي يتحكم في الدوله هي المال، والمال في يد القاعده والاخوان المسلمين، فبالتالي اللي مسيطر على الدوله هم الاخوان المسلمين والقاعده. واي واحد يقول لك غيرها راهو يا ما بيش يفهم يا ما بيش يواجه يا يكذب. ما فيش ثالثه. ما فيش ثالثه. هل يعقل ان القتل اللي يصير عندنا هذا في ليبيا كله مستبيح حد العين تو؟ هل يعقل كنا 5 مليون هذه حدها يا راجل كلها تعرف بعضها. اي كلام لازم عن نكذب وعد. خلينا من هالمحاضرات وهالكلام والفعل ما فيش. نعم. المؤتمر هدوا عليه الناس قالوا خلاص. رئيس الوزراء هذا علي زيدان وعد من شهر حيطيب كل ما لهم علاقه بمساعده الاخوان. ايش دار؟ قعد وخلاهم. لكن يعني استاذ حسن يعني استاذ حسن هناك نقطة يعني اريد ان تستمع الى هذه النقطة استاذ حسن. تقعد بعد 40 سنة يكون لها الشر هذا؟ ايش؟ نعم. ايش دارين احنا الشعب الليبي مسجينا من غيان الى اطلاقان، ليش؟ نعم. قاعدين ساكتين وخلاص. نعم استاذ حسن هناك نقطة مهمة يعني اتمنى ان تستمع الى هذه النقطة. الناس هذه كلمات مرأة وراجل غصبوا وقتلوا. يقول لك حكومه الفلوس اللي كانوا ياخذوا فيها من ليبيا والميليشيات بتاعت الاخوان والقاعده 900 مليون مره 300 مليون مره مش عارف مليار. يا ريت تسمعني يا استاذ حسن يعني انت منفعل جدا يعني على الوضع اللي ساير وهذا شيء محزن يعني البلاد في وضع سيء جدا. طبعا ننفعل لان حاجه مأساويه لان لما يجوا عيالنا يقاتلوا بدات حتى يلموا الطرف من اولادها. ايش هذا شنو هذا؟ نعم. عندنا في المرحله بدك يلم اليوم تتكلم في المستشفى يا راجل العائلات مساكين تنافوا مش من طرف لحامه مش يجيب كيلو طرف لحامه ولدها. اتقوا الله يا ناس. اتقوا الله. الاخوان وهالقاعده على ابوهم ومساعدتهم يمشوا يحاربوا بعيد واللي بيجي يتفضل التهديدات يجي وتشويه يجي ومبروك عليهم يشوهون الصبح. لان اللي حاسبنا في الاخر ربي واللي حاسبنا مش حد مش العبد. لو درت غلطه انا حاسبني ربي، ما حاسبني اشكال هذول. نعم. وماشيين يسافروا لي وهنيه وحركاته والنخل يطلع يقول لك ابيتم ما شئتم، انت من الهبل بتسمي ابيتم ما شئتم، انت اساسا من؟ انت تقول الشعب اللي ابيتم ما شئتم، انت تقول نعم حسن. يعني هناك نقطة مهمة يعني أكد يعني جميع القانونيين بأن المؤتمر والحكومة يعني الآن يؤكد لي الدكتور سامي الأطرش بأن الحكومة الآن يجب أن تطيح يعني الحكومة عندما يقيل السيد رئيس الحكومة تقال هذه الحكومة والمؤتمر أكدوا بأنه انتهت ولايته وأكد جميع القانونيين هذا. لكن لماذا يعني المؤتمر والحكومة يتجاهلون هذا الأمر القانوني وبأنها الآن نريدها دولة قانون دولة مؤسسات؟ لماذا هذا التجاهل برأيك؟ تجاهل لان مش عاطين اي قيمه للمواطن الليبي، هذا السبب. لان مش معتبر المواطن الليبي زي يا محمد مش داير قيمه للمواطن الليبي. لما انت بروحك لنا 5 شهور احنا بدنا حمله انفعالات التنظيم، كميه المكالمات اللي جايه من المواطنين لا التنظيم 1000 على الواحد. لكن مش دايرين قيمه لان مش معتبرين المواطن.
مش من اي قيمه المواطن. غير الواحد سولف علي زيدان من هنا يجي يوظف لك من هنا، ويجي رئيس المؤتمر يوظف لك من هنا ويسكت. السكت عند امس السكتوا. عاد شوف المستشفيات برا كيف مليانه من الليبيين مطوحين. عاد شوف المآكل اللي عندنا في البلاد، عاد يشوف لي ما فيش حتى مياكل في الليل. وقت العياله. تقريبا بس الواحد يرمي حركاته 50 سياره قدامه وراه وياخذني في اللي ياخذ فيها. هذه كلمات مؤتمر روما، رئيس الوزراء ورئيس مؤتمر ياخذوا طيارتين مختلفه لانها ما ما يحبوش يجوا معهم. طيارتين، كل طياره رحلتها 300,000 $، ايش ما يركبوش مع بعضهم البشوات. المهازل هذه. عمرك شفت مؤتمر يكون فيه 2 رؤساء في حياتك؟ اي دوله وريني في مؤتمر يرأسوها 2 اللي عندنا في ليبيا. نعم. خلاص يا اخي خلاص سكونا. نعم. بنيتوا ما في الكفايه، شفتوا ما في الكفايه، واذا كان انتم يا اخوان وانتم يا القاعده فاكرين انتم بتحب تعملوا ليبيا كقاعده لمحاربه كل من حارب الاخوان هو في مصر او في تونس او في غيره يطول وجاتهم. مش حنستسلموا، مش حنتنازلوا، تكون عند الصبح. نعم. كلمه اخيره للشعب الليبي استاذ حسن. تسمع يا بالحاج، تسمع يا علي، يا علي تسمع يا علي صلابي، تسمع يا صعيد صلابي، اسمعوا. نحن وراكم وراكم. بس تستغلوا الدين وتستغلوا الاسلام هذا مقدسه زي هذه لقتل الشعب الليبي. لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. شكرا لك استاذ حسن تطانكي شاركتنا في هذه المساحه. هذا هو الكفر وتهديد غير شرعي يهددوا. ايش بتهدد في الاخر العمر مره واحده؟ اقول لك تموت. شكرا جزيلا لك. يسيطروا على البلاد كلها، ما مخلين حاجه، حتى المعدات يجيبوا فيهم. امر لوزاره الدفاع الكذب. نعم. شكرا لك استاذ حسن تطانكي شاركتنا في هذه المساحه.